أكون ناجح ويكون عندي شركة وعربية ورصيد في البنك وأفتح بيت وأكون أسرة. أنا تعبت من التفكير وتنمر أبويا اللي بيقول لي كل يوم اصحى يا فاشل، اصحى يا عاطل. كل يوم بصحى على نفس الأسطوانة. فاشل عاطل فاشل. في ايه؟ اصحى يا حيلة. في ايه؟ اصحى يا فاشل. ما ده صحيت في ايه؟ تفضل نايم لغاية امتى؟ رايح مقابله بعد شويه باذن الله، يعني سيبني شويه وهقوم وهنام. مقابلة زي كل يوم؟ كل مرة تقول لي رايح مقابلة وترجع لي ايد ورا وايد قدام؟ قول لي مره، ادعي لي مره ربنا يكرمك باذن عشان الله تشتغل ونشوفك بتعمل حاجة، بدل ما انت عالة عليا وقاعد لي ليل ونهار نايم ما بتعملش اي حاجة. يعني اعمل ايه برضه؟ قوم اغسل وشك وقوم انزل كده. ماشي، حاضر. يا صباح الفل، أنا حسن. اتخرجت من الجامعة دفعة 2014 وبلا فخر عاطل عن العمل. يا عيني على الفيلا، ناس عايشة وناس بايشة. أقصد إني بدور حاليا على شغل وعندي مقابلة النهاردة ويمكن الدنيا تلعب وأبقى صاحب الفيلا دي. المهم إن أتقبل النهاردة في الشغل ده لأني قدمت قبل كده كتير وبقيت خبرة. في اللي بيقول لي هنكلمك ومش بيعبرني، وفي اللي بيقول لي انت غير مناسب، مش عارف عاوزني اطلع نار من بقي ولا ايه. بس المهم اخيرا جاءت اللحظة الحاسمة وعندي انترفيو النهاردة في شركة بيقولوا انها محترمة. بقول لحضرتك لو سمحت، هو مش المفروض في تقديم من الشغل هنا؟ مش شايفني مشغولة؟ لا هو واضح. بس هنا ولا انا جيت غلط ولا ايه؟ هنا. اتفضل املأ الابلكيشن ده وتلقح عليك. اتلقح؟ تلقح. اصطباحنا واصطباح الملك لله. ما نشوف الجثة الجديدة. اهلا بالزبون الجديد. بتكلمني؟ انا بكلمك انت، مش انت اللي جاي مكان الاستاذ سعيد؟ يا عم قول يا رب، قول يا رب. والله لو تعينت فيها دي وخدوني في الوظيفه لك من الحلاوه. حلاوه؟ والله هظبطك. ده انت هتتخزوق معانا. ايه؟ لا هتنبسط معانا باذن الله. يا عم قول يا رب، قول. بس معكش قلم؟ لا والله احنا مش في مكتبه. ايه؟ تشرب حاجه؟ لا مش عارف، ولا بقول لك هات كوبايه شاي. انت اسمك ايه قلت لي؟ اخوك كمونه. كمونه كده بهارات وكده يعني وعندك واحد جاي للزبون الجديد، اقصد اللي جاي مكان الاستاذ سعيد. يا استاذ اتفضل دورك. ربنا يستر. استاذ حسن؟ اتفضل. حسن جمال صح؟ اتفضل السي في. والله حضرتك كنت منزل اعلان وطالبين حد يكون بيفهم كويس في الوورد وفي الاكسل. عندك طموح؟ عندي طموح اكيد، يعني جاي الشغل هنا عشان عندي طموح ان باذن الله يعني. عايز تبقى فين بعد 5 سنين يا حسن؟ يا دي النيلة. اكيد يعني ابقى مكان حضرتك مثلا يعني. كان حضرتي. احنا عندنا الاول 3 شهور اختبار و3 شهور تدريب. هيوافق معاك ولا لا برضه؟ 3 شهور اختبار و3 شهور تدريب؟ مش هم 3 شهور بس تدريب بيكون تحت التمرين؟ لا احنا عندنا 6 شهور متقسمين، 3 شهور اختبار 3 شهور تدريب. طيب ماشي تمام. مواعيد العمل بتاعتنا من الساعة 8 لحد ما ربنا يسهل ونخلص يعني. تمام حضرتك. اتفضل. وعندك احلى كوبايه شاي لاحلى ريس في الدنيا. اتفضل يا ريس. حد تاني بره؟ لا يا ريس، لا كان اخر واحد مشي. قصدي كان اخر عبيط. بقول لك يا ريس، بتاع النور بره هتعمل ايه معاه؟ زي كل مره. يبقى مش هنحاسبه. حتى الشغلانة اللي كنت حاطط عليها الأمل تعتبر بح.
تدريب 3 شهور واختبار 3 شهور. طيب انا هصرف منين؟ وهرجع البيت اقول لهم ايه؟ انا مش عارف انا صح ولا انا غلط ولا ايه. البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة. وفقا للتقرير إن يصل إجمالي عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم ل 73 مليون، وده لعام 2022 الماضي. طبقا لمنظمة العمل الدولية أن الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل بطالة بين الشباب والشابات في جميع أنحاء العالم، حيث يتوقع أن يصل إلى 24.8% لعام 22 الماضي. وفقا للتقرير استقر معدل البطالة في مصر العام 2022 عند 7.2%، وبذلك طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. ناس كتير يقول لك اللي بيشتغل اي شغل اي حاجه بيتنمروا عليه ان ده شغلانته ملهاش لازمه، ده مش عارف بسيط، ده انت فاهم الدنيا بتكون ماشيه ازاي. شايف ان الكلام ده بيحصل فعليا معاك ولا لا؟ لا انا كان بيحصل معايا، بس دلوقتي الحمد لله لقيت شغل وشغال. شغلك حاليا ايه؟ شغل حاليا في محل خضار. طيب يعني انا دلوقتي وانا بصور الفيديو بقول لاي شاب سيبك من الكليه وكبر دماغك دورك على شغلانه. ليه؟ عشان اولا الشهاده ممكن ربنا يكرم له ان حد يعرفه يوصله، يعني بس وهو مع الشهاده يعني عايزه واسطه، يعني عايزه واسطه. لا، ما هو مع الشهاده يشتغل. يشتغل ايه؟ اي حاجه على الاقل ما يبقاش قاعد في البيت وبيقول له هات يا ماما وهات يا بابا. اشتغلت في فرن عيش، اشتغلت في محل فراخ، اللهم صل على السلام. اشتغلت تاني، اشتغلت في المعماري. يعني انت جربت حاجات كتير. طب لو فتره اكيد قعدت في البيت، يعني في فتره اكيد ما كنتش لاقي شغلانه. يا انا بسيط. حصل ما ابوك ولا حد من اهلك في حد اتنمر عليك وقال لك انت مش لاقي شغل يا عم انزل يا عم انت قرفتنا؟ بصراحه انا ما استنيتهاش من حد. اديني نصيحه كده وقول لي ايه الحاجه اللي تعملها علشان بقى اتجوز بقى وافتح بيت واصرف على نفسي، لان الدنيا بتجيب جاز بتجيب جاز. شايف ايه بقى؟ يشوف لك اي شغلانه كده، يعني اي شغلانه تشتغلها، ما فيش يعني مش شرط يعني انت خرجت بس ما تقعدش على استنى التخريج بتاعك. الانسان الفاشل بيقول ما فيش شغل. يعني الفاشل هو اللي بيقول ما فيش شغل. طب واللي بيكون خريج جامعه ومش لاقي؟ ليه؟ يشتغل اي حاجه. انا دلوقتي واحد بدرس في جامعه، حلو؟ تنصحني ان انا ابطل الدراسه واشوف لي شغلانه واكبر دماغي؟ لا والله تعليم حلو بصراحه، انا ندمان اللي انا ما اتعلمتش صح. انا عندي مكتب وبجيب ناس تشتغل، مش عايزين يشتغلوا. هتدفع كام؟ اول حاجه بسالتك هروح امتى؟ اجازتي قد ايه في البيت؟ ما بيدورش انا هعمل ايه، لا، في شغل. اللي يدور يلاقي شغل، واللي عايز يشتغل هيشتغل. هو ربنا بيقول لك اسعى وانا اسعى معاك، فانت في طريقك للسعي ربنا هيكرمك، انما انت طول ما انت قاعد مفيش حاجه هتجيلك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.